وبعدين الحياه اللي احنا عايشينها والبهدله دي انا مش قادر عليها. انا كبرت مش قادر على بهدله الشوارع والكافيتريات. انت دوختيني. طب بقول لك انا ليا شروط. اي حاجه انت تقولي عليها انا موافق عليها قبل ما اسمعها. اي حاجه اي حاجه. اي حاجه اي حاجه. طب اسمعها الاول يمكن ما تعجبكش. لا اي حاجه تقربني منك عجباني. طب بص بقى يا سيدي، انا مش هقول لك بقى انا عايزه شبكه ومهر ومؤخر والكلام البلدي ده، خصوصا ان انت عايز الموضوع يبقى في السر، يبقى لازم تعوضني. هعمل لك كل اللي يريحك. بجد؟ بجد اموري. طب انا عايزه شقه وتفرشها لي وتكتبها لي باسمي. موافق. موافق؟ اه. وعايزاك تفتح لي حساب في البنك وتحط لي في مبلغ محترم بالدولار. بالدولار؟ حاضر موافق. بجد؟ اه بجد. يبقى متفقين. متفقين؟ متفقين. خلاص نتجوز. ها؟ لو ما خلصناش من البلوه اللي انت بالينا بيها دي وديني لا اروح فيك داهيه. ايه ده يا عمر؟ مش كده. اهدى ازاي بقى؟ اهدى ازاي وانت باليني بحيه في البيت؟ حيه عماله تبخ في سماها ليل نهار. انا بايدي ايه اعمله؟ كنت عايز نسيبها تفضحك. انا مش هخلص ده من قصه تفضحك دي، مش هخلص انا. وحد قال لك تروح تهيس وكمان تتصور معاها؟ ما انا ما كنتش في وعي يا اخي. ومراتك هتصدق الكلام ده؟ حتى لو مراتك صدقت الناس هتصدق. سمعتك هتبقى عامله ازاي؟ انا ضحيت بنفسي عشانك. ده تصدق جسمي اشعر من الحبه دول. لا حلوين هجص وطبل يا عمي، هجص وطبل يا عمي. هجص وطبل يا عمي؟ راح يقول لعمه هجص وطبل. تعال هنا. يا اخي بطل هزار. امال بتهزر؟ هرتكب جنايه. طب اهدى بس وخلينا في مصيبه مراتك. وانت راح تقول لها يا عمي بتفتن زي العيال. هي غريبه. دي مراتك. الكلام جاب بعضه. كلامي شوف اقول له ايه بقى، يقول لي ايه؟ شوف بقى جيله منين، راح بحوط لي جاي منين؟ انت عايز تجنني. طب خلاص اهدى وشوف انت عايز ايه وانا مستعد اعمله. تحب؟ استغفر الله العظيم يا رب. ده تحب انا؟ بتقول ايه؟ الله. ومالك متأثر قوي كده يعني؟ مالك يعني؟ روميو وجولييت عادي. الورقة معاك ولا معاها؟ ورقة ايه؟ ورقة ايه؟ ورقة الجواز. انا لا شفت ورقة ولا جواز. انت مش قلت لي انك انت اتجوزتها؟ ما ايه؟ هم قالوا لي. هما؟ لا هي هي قالت لي. هي قالت لك ماشي. لا وقريبها كمان قال لي. قريبها؟ لا لسه. ورجالته كانوا موجودين قالوا لي برضه. هو كان في قريبها ورجالته؟ امال مين اللي اتجوز؟ امال انا بقول لك ايه دي عصابه يا ريس، وكانوا هيودوك في 60 داهيه لولا انا. ضحيت بنفسك علشان ارحمني بقى من الحبه دول، ارحمني، ده انا في مصيبه كبيره كمان كبيره. يا رب. طب استنى يا عمر. كفايه يا رب مصايب بقى يا رب. هقول لك حاجه مهمه بس. استغفر الله العظيم يا عشان رب. خاطري. عمر. نعم. هي ما قالتلكش راحت فين؟ هي مين؟ وانت ما تعرفش؟ والله بجد. لا يا راجل لا يا شديد. لا عمي حسبي الله ونعم الوكيل. مع عصبيتك دي هي اللي مخلياك موكوس مع مراتك. ده اختبار يا عمر، اختبار. انت كمان هتكلمني في الاختبار؟ حسب الاختبار. هنادي. لا حول ولا قوة الا بالله. لا بس هو اختبار. هو اختبار صعب بس اختبار. انا قلت انه اختبار. رقاصه يا خلوصي. ومالها الرقاصه يا اختي؟ فكه احنا جايبينك من على سجاده الصلاه واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ ايوه بس ده قبل ما اتجوز واتستت في بيت. لا ما بيتك ده روح امك، احنا واخدينه بوضع اليد، يعني اول ما يخلص حوار السي دي هيرموك رميه الكلاب. اسمعوا، انا مشروع الكباريه ده مشروع عمري، ومش اي حد يخش معايا في شريك. خلوصي لم القرشينات اللي خدهم من السيدي وخش معايا بنسبه. وانت يا باريزه عايزك تلم اللي تقدري عليه وتخش بنسبه، او تامني مستقبلك وتقبل على وش الدنيا. وطالما يا اخويا انتوا مسقسقين الاناني كده مع بعض، كانت لازمتها ايه البهدله والمرمطه؟ يا بت
يا بنت ده انا اللي عامل لك الجواز بايديا. ايه؟ يعني انت ضحكت عليا يا خلوصي وسلمتني؟ يا بنت ما تقوليش كده يا بنت، اسلمك ايه؟ هو الشغل محتاج السكرات عشان المصلحه تقضى. مصلحة؟ ما احنا يا اخويا خدنا الفلوس وفرتكناها. اللي انتوا فرتكتوها دي الفكه، مسح زور. انما الهبره الكبيره لسه، وانا لسه ما جاش، ودي محتاجه ترتيب وصبر. كلمه الهبره ده يا ريس بتجيلي على الجرح على طول. انا عايزك على طول تشجيني، تديني كل شويه هبره هبره هبره. حبيبي انا لما خلوص يكلمني على حكايه الدكتور ده، انا عملت عنه تحرياتي، نطورت حوالي رجالتي وجابوا لي خبره. طلع صيد سمين تقيل ومحتاج صبر يا ايوب. ولقيت ايه؟ لقيت ان حكايه السي دي اللي بتلعبوا بيها دي كلام فاضي. يعني لو اتزنق ممكن يقولوا انه ملعوب فيه، متركب يعني. والناس بتنسى والمولد بيتفضل. معنى كلامك ده يا مسطره معناه انكم تسمعوا كلام اللي هيديكوا قد اللي انتوا خدتوه 10 مرات. وده مين ده يا اخويا؟ انا. اهلا يا باشا. اتفضل يا باشا، اتفضل. اهلا وسهلا يا باشا، نورت الدنيا. اتفضل اتفضل. اتفضلوا اقعدوا. وانت مين يا اخويا؟ مش مهم، المهم المصلحة اللي هتجمعنا. ما ترسينا على الموضوع يا باشا. سيبك من الباشا، انا هرسيك على كل حاجة. نبي ما انا فاهمه حاجه. ايه العباره؟ يا بنت ركزي مع الباشا ونضف الجمجمه كده. هي مهمة لو نجحتي فيها هترفعك لفوق، لفوق قوي، يمكن توصلك لغاية الروف. انما بقى لو فشلتي هتخسف بيك الارض، هتنزلك اسفل سافلين. مش بعيد كمان انها ترجعك تاني للبدروم اللي اتربيتي فيه. فاهمة؟ صباح الخير يا دكتور. يا صباح الفل. اهلا اهلا يا دكتور، اتفضل. والله ده انا افتكرتك عوني. واحد يا دكتور، احنا هنا في خدمتك، اتفضل. الله يخليك. لا بس عايز اعرف دكتوره صفوه عندك فكره هي فين؟ ما جاتش ليه؟ دكتوره صفوه، دكتوره صفوه، دكتوره صفوه. دكتوره صفوه انت بتفتكرها ولا ايه؟ لا لا طبعا، هو في حد ينسى الدكتوره صفوه؟ انا بقول برضو كده. عندك فكره ولا ما عندكش؟ طبعا يا دكتور، وانا في حاجه تخفى عليا لا مؤاخذه في المستشفى دي؟ هي فين يعني؟ ها؟ سافرت، خدت اجازه طويله عشان تريح دماغها من الهم ده، سافرت عند قرايبها بره. سافرت؟ امتى؟ بعد ما اتطلقت من الدكتور غازي مباشره. سوري يا دكتور عمر، بس في حالة منتظرة بره من بدري. طب يلا يا مريم، انا جاي وراك على طول. اي مساعده يا دكتور؟ اهلا وسهلا، مساء الخير.